السلام عليكم يا سنة تالتة. يا رب تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو اليوم من كتاب قطر ندى في الرياضيات الترم التاني. هنحل مع بعض صفحة 193 بعنوان قيم تلميذك حتى الدرس 5. اخدنا الدرس الخامس في الفصل ال11، والفيديو موجود على القناة اللي لسه ما شافش الفيديو. خليكم معايا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت ما تنسوش لايك للفيديو وشير كتير للفيديو، واللي اول مره يشوف قناتي وعجبته القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناه. ونبدا بسم الله. اول نشاط معايا يا حلوين هم 5 نشاط، واحد ب8 مسائل. اقرا وحل المسائل التاليه. يوجد في منزل هشام سجاده طولها 4 متر وعرضها 2 متر. احسب محيط ومساحه هذه السجاده. احنا عارفين محيط الشكل بيساوي قوانين، طبعا احنا المفروض حافظينها. الطول زائد العرض في 2. تمام، الطول زائد العرض في 2 يبقى 4. الطول 4 زائد العرض 4 زائد 2 ما بين قوسين الكل في 2. 4 زائد 2 ب6 في 2 بيساوي 12 متر. طالما جايب لي هنا بالمتر يبقى التمييز بالمتر، يبقى المحيط هيساوي 12 متر. المساحة بتساوي الطول في العرض 4 في 2 بتساوي 8 متر مربع. ما ننساش اكتب الاتنين الصغيرة كده على الميم، او اكتب جنب كلمة الميم دي مربع، كلمة مربع. المسألة التانية لوحة مربعة الشكل طولها 2 متر. يعني احنا بنتكلم عن مربعة الشكل على المربع. مربعة الشكل طولها 2 متر، احسب محيطها ومساحتها. محيط المربع كام يا حلوين؟ طول الضلع في 4، يعني 2 في 4، او هنا كتبت ال4 في 2 يعني بيساوي 4 في 2 بيساوي 8 متر. طب مساحة المربع طول الضلع في نفسه، يعني 2 في 2 هتساوي 4 متر مربع. تمام. المسألة رقم 3. رسمت نهى مستطيل طوله 4 سنتي وعرضه 2 سنتي، ورسم هاني مستطيل طوله 8 سنتي وعرضه 2 سنتي. ارسم مستطيل كل من نهى وهاني واحسب محيط كل منهما، ثم ضع المستطيلين بجوار بعضهما البعض لتكوين شكل جديد، ثم احسب محيط ومساحته. مسألة طويلة شوية وهتحتاج طبعا الكراسة. تمام. هنرسم مستطيل الأول نهى ومين وهاني. أول مستطيل معايا مستطيل نهى يا حلوين، طوله 4 سنتي وعرضه 2 سنتي. هجيب محيطه وطالب محيط كل من المستطيلين. المحيط الطول زائد العرض في 2. المفروض كنا حافظين القانون. 4 زائد 2 في 2. 4 زائد، ممكن نعمل الخطوة اللي هي 4 زائد 2 بيساوي 6 في 2، وممكن نختصرها. 4 زائد 2 ب6 في 2. 6 في 2 يا حلوين ب 12 سنتيمتر. تمام كده مستطيل نهى. تعالى مستطيل هاني. ارسم مستطيل هاني طول 8 سنتي وعرض 2 سنتي. المحيط بقى المستطيل هاني برضو الطول زائد العرض في 2. 8 زائد 2 في 2. عملت لكم الخطوة 8 زائد 2 ب10 في 2. ال10 في 2 ب20 سنتيمتر. تمام كده. ده أول خطوة مطلوبة. بيقول لي إيه؟ إن إحنا المستطيلين نرسمهم بجوار بعضهم، يبقوا جنب بعض كده، مستطيل نهى ومستطيل هاني. هجيب المحيط للشكل ده بقى. عندي الطول هنا 4 و8، هقول 4 زائد 8 الأول، هجمع ال4 و8 12. يبقى الطول اللي هو يبقى الطول زائد العرض في 2، المحيط بيساوي الطول 12 سنتي اللي احنا جمعنا 4 زائد 8. 12 زائد 2 الكل في 2. 12 و2 كام يا حلوين؟ 24. طب ال 24 في 2، ال 24 في 2 بتساوي 28. مش حافظها في جدول الضرب، هقول طالما 2 هقول 24 زائد 24 هجمعهم مع بعض هيبقى 28 سنتيمتر. المساحة مساحته هنا الطول في العرض. المساحة هنا احنا جبناها كام؟ 4 زائد 8 بتساوي 12، هيبقى 12 في 2. 12 في 2 بيساوي 24 سنتيمتر مربع. ما ننساش المساحة سنتيمتر مربع. ونردد الأذان ونرجع تاني نكمل باقي المسائل. خلاص كده المسألة رقم 3. المسألة رقم 4. ارسم مستطيل طوله 8 سنتي وعرضه 4 سنتي، ثم ارسم مربع طوله 4 سنتي وضعهم بجوار بعضهم بعضا لتكوين شكل جديد، ثم احسب محيط ومساحة الشكل الجديد. احنا طالب مني هرسم مستطيل ومربع. تمام. انا نرسم في الكراسة طبعا مستطيل. ده مستطيل طوله 8 سنتي وعرضه 4 سنتي، ومربع طول ضلعه 4 سنتي. هجيب محيطه. محيط الشكل ده مش طالب محيط المستطيل لوحده ولا حاجة. محيط الشكل
الطول زائد العرض في 2. انا عندي الطول ما ينفعش اقول 8 زائد 4، لا اقول 8 واجمع 8 و4 الاول كام يا حلوين؟ 12. 8 زائد 4 12 زائد، يبقى ده الطول زائد العرض 4، كل ما بين قوسين في 2. 12 زائد 4 ب 16. 16 في 2 يا شطار بيساوي 32 سم. يبقى ده محيط الشكل. مساحة الشكل اللي هو الطول في العرض مساحة، يبقى الطول اللي هو 12 في 4. 12 في 4 بيساوي 8، بيساوي 48 سنتيمتر مربع. 12 في 4 بيساوي 48 سنتيمتر مربع. المساحة طبعا ما ننساش نكتب 48 سنتيمتر مربع. انا بعتذر عن صوتي، الا انا زوري تعبان شوية، فيعني سامحوني الفيديو ده. تمام كده. المسألة رقم كام؟ رقم 4. نشوف بقى المسألة رقم 5. ارسم مستطيل طوله 7 سنتي وعرضه 5 سنتي، واوجد محيطه ومساحته. تمام. ثم ارسم مربعا له نفس المحيط، واوجد طول ضلعه ومساحته. هنشوف بقى يا حلوين المسألة دي رقم كام؟ رقم 6. قال لك الأول ارسم مستطيل طوله 7 سنتي و5 سنتي. رسمنا المستطيل. اجيب محيطه. الطول زائد العرض في 2، يبقى 7 زائد 5 في 2 بيساوي 7 و5 12 في 2 ب 24 سم. مساحته برضو هتكون السبعة في 5 بيساوي 35 سنتيمتر مربع. انا ارسم، بيقول لي ارسم مربع، انا رسمت مربع. تمام. عايز طول ضلعه. فاكرين كنا بنجيب طول ضلع المربع بقانون ايه يا حلوين؟ طول ضلع المربع بيساوي المحيط على 4. المحيط على 4 اخدنا ده في اول الترم. هجيب طول الضلع الاول، المحيط على 4 اللي هو بيقول لي له نفس المحيط، يبقى اذا المحيط 24. 24 مقسمه على 4 هتساوي 6 سم، يبقى طول ضلع المربع بيساوي 6 سم. شطار. طب تيجي نجيب مساحه المربع. مساحه المربع بيساوي كام؟ طول الضلع في نفسه يبقى 6 في 6 بيساوي 4 سوري 6 في 6 بيساوي 36 سنتيمتر مربع. تمام. يا رب يكون واضح. المسألة اللي بعد كده دي كانت رقم 6. 5 6 لا دي رقم 5. رقم 6. اوجد محيط ومساحة مربع طول ضلعه 9، ثم ارسم شكل سداسي منتظم له نفس المحيط. يعني انا هيكون معايا مربع طول ضلعه 9، وبعدين ارسم شكل سداسي بشرط يكون له نفس المحيط. عندي اهو مربع، رسمت مربع طول ضلعه 9. اجيب محيطه. انا عندي طول الضلع 9 ومحيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، يعني 9 في 4 بيساوي 36 سنتيمتر. طب مساحته، مساحة المربع بيساوي طول الضلع في نفسه، يعني 9 في 9 بيساوي 81 سنتيمتر مربع. تمام. قال لي ارسم شكل سداسي له نفس المحيط. يعني السداسي ده 6 اضلاع يا ولاد. المحيط هنا كام؟ 36. يعني هقسم 36 على 6 عشان هقسم ان هو المحيط 36، يعني مجموعه كله 36، مجموع اطوال اضلاعه. يعني ال 36 هقسمها على 6 اضلاع. 36 على 6 بتساوي 6، يبقى انا كل ضلع هيكون فيه 6 سنتيمتر. تمام. ويبقى احنا عارفين المحيط 6 زائد 6 6 مرات بيساوي 36 سم. تمام. دي كانت المسألة رقم 6. المسألة رقم 7. رسمت علياء مستطيل أبعاده 4 سم و8 سم. أوجد محيط ومساحة المستطيل. وإذا قررت علياء رسم شكل آخر له نفس المحيط ولكنه ليس مستطيل، فكيف يبدو الشكل؟ يلا نرسمها. المستطيل الأول أبعاده، هنرسم مستطيل أبعاده طول 8 وعرض 4. تمام. هجيب المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2 للمستطيل. 8 زائد 4 في 2، 8 زائد 4 12، 12 في 2 ب 24 سنتيمتر. شطار. المساحة الطول في العرض 8 في 4، ال 4 في 8 بكام؟ او 8 في 4 ب 32 سنتيمتر مربع. تمام. عايز ارسم شكل مش مستطيل بس يكون له نفس المحيط. هرسم هيكون مربع وطول ضلعه 6 سنتي. هيكون محيطه، اجيب محيطه بقى عشان اتاكد نفسه ولا لا. يبقى 6 محيط المربع طول الضلع في 4، 6 في 4 ب 24 سنتي. تمام كده يا حلوين. دي رقم 7. المسألة رقم 8.
ارسم مضلع سداسي محيطه 30 سنتي، ثم ارسم مستطيلا له نفس المحيط وأوجد مساحته. عايزين نرسم شكل سداسي يا ولاد. تمام، هو قال لك الشكل السداسي محيطه 30، يعني 30 على 6، يعني عشان اشوف كل ضلع هياخد كام هقول 5، يعني كل ضلع من الاشكال من الشكل ده لو طالب بياخد 5 سنتي. لو جمعتهم 5 6 مرات كده مع بعضها، قلت 5 في 6 هيدينا 30 زي ما هو طالب. يبقى ده الشكل السداسي. المستطيل، عايز مستطيل له نفس المحيط، هو هنا المحيط 30. وارسم مستطيل ازاي؟ هرسم مستطيل طوله 10 سنتي وعرضه 5 سنتي. طب تيجي نجيب محيطه كده، 10 زائد 5 في 2، ال10 و5 زائد 5 15. طب ال15 في 2 ب30، يبقى انا فعلا رسمت صح كده نفس المحيط. اجيب بقى المساحه، هو طالب المساحه مش المحيط. المساحه هيبقى الطول في العرض، مساحه المستطيل الطول في العرض، يعني ال10 في 5 دي 5، ال10 في 5 بيساوي 50 سنتيمتر مربع طالما المساحه. وده كان فيديو اليوم يا سنه تالتة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وشير مع اصدقائكم لو هيستفادوا من الفيديو. واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.